مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. يا مساء الخير، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من اخر فيديو كنا عاملينه مع بعض، والنهارده جايه لكم بفيديو جديد وروتين جديد، يا رب يعجبكم. وطبعا لسه مستمرين كده في تنظيفات بقى رمضان وزينة رمضان وكل الحاجات الحلوه دي. المهم الفيديو ده يعني عباره بقى عن تفريزات رمضان. احنا اتاخرنا شويه، بس حبيت ان انا اديكم كده افكار سريعه لاهم التفريزات عندي، وبحب اعملها جدا في رمضان. المهم قلت اول حاجة اعملها ان انا اغسل كده الفريزر. طبعا الفريزر ده بتاع التلاجة، لكن الفريزر التاني الكبير برضو حاطه فيه حاجات، فقلت ان انا يعني عايزه افضيه خالص علشان اخصصه كده ان يكون فيه فاكهه بس. يعني المانجا اللي انا مخزناها، وبرضو لو هجيب جوافه او فراوله يبقى الفريزر ده عندي بعيد بقى عن الثوم والبصل والحاجات التانية، فاحط فيه بس الحاجه بتاعت العصاير. فالمهم بقى كان في حاجات طلعتها وقلت بقى ايه، يعني صنف كده الحاجة اللي انا محتاجاها ضروري، والحاجات اللي هي بقالها زمان اشيلها، وكل الكلام ده كله. المهم قلت يعني اديله غسلة كده على السريع، وما اخدش مني وقت خالص. كان في حاجات زي ما انتم شايفين بقى لازقه فيه. حطيت بس شويه ميه كده وسبته ان هو مع نفسه كده شويه، وفصلت الكهرباء. وبعد كده بالاسبونجه بقى وبالفوطه واديت له لمعه كده على السريع، وزي ما انتم شايفين نضف وبقى زي الفل. المهم قلت بقى جهز زي ما قلت لكم تفريزات، وشلت بقى التوم خالص، وشلت البصل والحاجات اللي كانت فيه. فكان عندي هنا فرختين، وعندي كمان صدور فراخ كانت عندي، والكبد والقوانص بقى بتاعت الفراخ، وعندي كمان لحم مفرومة. فقلت ان انا اديكوا افكار. طبعا دي مش كل التفريزات، مش كل الحاجات اللي احنا بنحتاجها في رمضان، بس انا قلت اديكوا كده افكار سريعة، وحاجات بتكون مثلا اليوم اللي احنا مش قادرين نعمل فيه حاجة بنطلع من الحاجات دي. وكمان انا الصراحة في رمضان او غير رمضان ما بحبش ان انا اتبل الاكل وعينه متبل جاهز. يعني ممكن اقطع عادي التقطيعات بتاعتي واظبط الدنيا، لكن ما احبش ان انا الصراحه احط الاكل متبل وكده. فالمهم قلت اقطع كده البانيه، بس بما ان الكميه عندي هنا مش كتير، فقلت اديكوا افكار بقى واتبلها عادي. وكمان لسه كام يوم عن رمضان، فاكيد هسحب منهم. لان زي ما قلت لكم ان انا في رمضان بحب الحاجه تكون جاهزه. يعني مثلا لسه هجيب فراخ تاني رمضان ان شاء الله، وهجيب كمان لحم مفرومه، فهسيبهم زي ما هما وعلى قد الطلب. يعني مثلا لو هعمل يوم كفتة هطلع عادي طبق لحمة مفرومة، واكون بعد الفطار مجهزاه، بحيث تاني يوم على طول مثلا اصبعه كده وادخله الفرن. انا اصلا يعني بعد الفطار الواحد بيفطر، وطبعا بنقعد بقى مع نفسنا كده شويه. لو هنشرب حاجه، لو هننام ساعه ونقوم تاني. لو مثلا متابعين، طبعا كله اكيد هيتابع يعني مثلا حاجه معينه. بعد كل ده كله بقوم بقى اشوف اللي ورايا. يعني لو في مواعين بقى تتغسل بغسلها، واجهز الفطار بتاع تاني يوم. المهم هنا بقى جبت الصدور بتاعه الفراخ كده، وقلت ان انا اعمل تقطيعات البانيه، وزي ما قلت لكم هتبلها برضو معاكم، لان الكميه دي يعني هعمل منها. وانا بقطع بقى الصدر بتاع الفرخه كده، طبعا بقطع منه في بقى قطع صغيره كده بتطلع معايا، فبحطها كده في طبق لوحدها، ان انا اعملها كفته فراخ مع الكفته. في بقى القطعه اللي بتطلع من الفراخ اللي هي بتبقى طويله دي، اللي هي بتسموها بتهيالي موزه. القطعه دي بتبقى حلوه جدا في الستريبس. فبشيلها بقى في طبق تاني اعمل منها ستريبس. يعني قلت اظبط كده كام تقطيعه. وكان معايا بقى كذا صدر، عملت كمان تقطيعه للشيش طاووق. وعندي هنا بقى الوراك بقطعها كده دبوسه، بشيلها لوحدها، والجزء التاني كده لوحده، علشان برضو اعملها زي الفراخ اللي هي المقرمشه، اللي هي الفراخ الكنتاكي، بتبقى برضو حلوه قوي. فقلت برضو اظبط الدنيا كده علشان يعني اتبلهم معاكم. وزي ما قلت لكم انا ما بحبش الحاجه متبله خالص، بحب ان انا اعينهم متقطعين بس كده، علشان طبعا اليوم بيبقى قصير. فالحاجه لو متقطعه على الاقل يعني شلنا جزء كبير من العمايل بتاعتها، فهتطلعي على طول بقى، هتسيبيها تتبل براحتها ساعة او ساعتين، وتبدأي مثلا تعمليها، فهتلاقيكي خلصتي على الفطار والاكل معاكي جاهز وكل حاجة. فعلشان كده مش بحب ان انا اتبل الحاجة.
هنا بقى جهزت طبعا للشيش طاووق والبانيه يعتبر نفس التتبيله. فحطيت بقى كده بصلايه وحطيت كمان طماطم كده، وهبدا ان انا يعني اعملهم في المفرمه لحد ما عايزه ان هم يبقوا يعني زي العصير كده، ما يبقاش قطع كبيره. وهصفي بقى كل ده لان انا في التتبيله دي محتاجه الميه بتاعه البصل والطماطم، مش محتاجه اللي هو القشر بتاعهم. طبعا هنستخدم برضو الجزء ده، مش هنرميه، يعني احنا هنستخدمه لسه في الوصفات التانية. فهنا صفيت بقى كل الكميه اللي معايا، تبلها علشان دي اللي هستخدمها زي ما قلت لكم في البانيه والشيش طاووق. حطيت بقى هنا ليمون، وهحط فلفل اسود، وهحط كمان ملح، يعني هظبط الملح بتاعها، وهحط لها كمان بهارات فراخ. كل البهارات دي حلوة جدا، وطبعا الكزبرة، وبرضو بتبقى مخلية الاكل ريحته حلوة وطعمه حلو. حط كمان مكعبين كده من مرقة الدجاج، يعني قلت برضو هتنقل الاكلة في حتة تانية. الصراحة مش بستخدمها كتير، بس في التتبيلات وكده بحب ان انا اعمل بيها، لو في مكانها حاجة تانية ان انا استبدلها بستبدلها عادي. لكن في التتبيلة بحطها زي ما هي كانت عندي في التلاجة، فتحس ان هي جامدة شوية، فقلت اسيبها كده يعني بره شوية هتلاقيها يعني فكت معايا. المهم تبلت بقى الاتنين دول، وهحط كل ما هتبل حاجة هحطها في التلاجة لحد ما اخلص كل الحاجات معايا، لان الجو اصلا كان حر، يعني ما كانش بقاله يومين الجو حلو قوي الصراحة. والجو حر تحسي ان احنا داخلين على الصيف، وانا من محبين الصيف جدا، يعني انا بستنى الصيف بفارغ الصبر. بحب انا جو الصيف وبحب الشمس، فلما لقيت الجو اليومين دول حلو قلت بقى لا استغل بقى اليومين دول، بما ان كده خلصت الشقة معاكم. وكمان قبل ما نتوه كده من بعض، الوصفة اللي فاتت دي كان القطع اللي هي الستريبس اللي انا كنت مقطعاها لوحدها، برضو تبلتها كوباية مية، حطيت فلفل اسود، شوية برضو ملح، وحطيت كمان عليها كده برضو مرق الدجاج، زي ما قلت لكم بتخلي الاكل حلو جدا، وشويه من الشطه، وبرده حطيتها في التلاجة. دي بقى قطع الفراخ اللي هي متقطعه، اللي كانت طالعه من الفراخ، وقطعت كمان عليها صدر من الفرخه، وحطيتهم بقى اعمل كده كفتة فراخ، والصراحة كان طعمها خطير. ظبطت معايا جدا المرة دي. حطيت بقى الفراخ كده زي ما انتم شايفين، وحطيت عليها شوية من الشبت، وحطيت كمان بصلاية اللي هو البصل اللي انا كنت فرماه، يعني البصل والطماطم اللي كان القشر بتاعهم موجود حطيته عليها. ما حطيتش الميه علشان طبعا ميه البصل، يعني حطيت الجزء ده علشان تمسك معايا كويس. وحطيت لها معلقه صغيره من بيكنج باودر، فرقت جدا وخلتها هشه كده وطعمها خطير. المهم عملت كل دول بقى، ولو حابه ان انت تحط فلفل سبايسي خليها برضو فيها نسبه حراره شويه، بتبقى حلوه جدا. فرمتهم كلهم كده في الكبه، وحطيتهم في طبق، وبرضو حطيتها في التلاجة قبل ما اصبعها او اعمل اي حاجه فيها، علشان لما بتتحط وقت طويل في التلاجة بتيجي بقى بتيجي تصبعيها بتبقى حلوه جدا. وكمان يعني بتبقى سهله وانت بتشكليها كده. الجزء ده بقى كان عندي اللحمة المفرومة، قلت ان انا اعمل بيها برضو حواوشي. يعني انا كان عندي طبقين من اللحمة المفرومة، نص ونص، فنص اخدته كده اعمل بيه حواوشي، والنص التاني قلت هعصجه واعمل بيه سمبوسة. عارفة بقى انتوا بتقولوا عليها سمبوسة ولا سمبوسك، فالمهم يعني بنستسهل الاقرب. فقلت زي ما قلت لكم النص التاني قلت هعصجه كده ونعمل بيه سمبوسه. وطبعا دي مش هعمل ده بس، يعني انا هعمل برضو بس في يوم تاني، لان الصراحه لما وقفت عملت كل ده في يوم لوحده كان متعب جدا. فانتي لو هتعملي، انا عشان بصور معاكم فاضطريت ان انا اعمل كل الحاجات دي في يوم مع بعض. لكن طبعا انتي لو انتي قاعده بقى كل يوم اعملي لك صنف او اتنين، هيسهل عليكي الدنيا. يعني مش شرط زي ما قلت لكم تتبلي الحاجه، بس ممكن تقطعي بقى التقطيعات بتاعتك البانيه. ممكن تعملي السمبوسه، هتفرق جدا معاكي. لو انت عامله اي اكله بتطلعي شويه جاهزين وبتحمريهم معاها، بدل بقى ما تقعدي تعصجي في لحمه وتفرمي وكمان تلفيها، فهتاخد منك وقت، وزي ما قلت لكم الوقت قصير جدا. فعايزين نستفاد بيه كده بالعباده، ونستفاد كمان ان احنا بقى نتقرب من ربنا، ما نقعدش طول اليوم في المطبخ، ونيجي بعد الفطار ما بنبقاش كمان قادرين نعمل حاجه.
فالحاجات المهمة اللي بتاخد وقت زي مثلا الكرنب، انا عملت كرنب وسلقته وعينته جاهز ومتقطع وكل حاجة علشان برضو ما ياخدش مني وقت. زي ما قلت لكم السمبوسة برضو بتاخد وقت. تعصيج اللحمة امره سهل، يعني انا مرضتش الصراحة اعصج اللحمة اللي انا جبتها تاني جديد، سبتها زي ما هي، لان زي ما قلت لكم ممكن بعد الفطار اطلع مثلا الطبق اللي انا هعمله واظبطه على اساس تاني يوم مقفش بقى في المطبخ كتير. المهم الجزء اللي فات بقى عصقت فيه اللحمه المفرومه، حطيت شويه من الزيت ولو في سمنه يبقى احسن، وبعد كده حطيت بقى اللحمه ونزلت بشويه من البصل عليها، ورشيت كده رشه من جوز الطيب، فرقت جدا. وانا بحب ان انا لما اجي اعصج اللحمه بحط جوز الطيب، بتخليها لو رشه بسيطه بتخلي الاكل طعمه حلو. المهم بعد كده سبتها بقى تتعصق كده مع نفسها، وقلت اروح اجهز الحواوشي علشان يعني ايدي كانت شغاله في كل الحاجات دي، يعني اعمل حاجه واعمل حاجه تانية غيرها وادخل التلاجة وهكذا، ما افضلش واقفه على حاجه معينه. فنقلت بقى هنا اللي هي العجينه بتاعت الحواوشي في الحله دي علشان اعجنها كويس. وبعد كده هظبط بقى، كنت انا جايبه العيش بتاع الحواوشي ده، عمل معايا 8 سندوتشات. طبعا 4 اتعشينا بيهم، يعني حطيتهم بقى في الفرن كده اتعشينا بيهم، و4 تانيين حطيتهم في علبة وغطيتهم، وبرضو هعينهم في الفريزر زي ما هم كده، وقت ما احتاجهم هطلع منهم. وزي ما قلت لكم ده مش الفطار، يعني مش ده كل فطار رمضان، ده حاجات انا عاملاها بس بديكوا افكار. وطبعا يعني الحاجات التانية بتاعت رمضان خلاص ان شاء الله، يعني انا جبت حاجات زيادة وعينتها زي ما هي، والحاجات دي هنسحب منها يعني اليومين اللي هم لسه فاضلين دول. طبعا الحواوشي هتقولوا لي مش هينفع بقى افطار في رمضان وكده، عادي ممكن بيبقى فايض مننا اكل، لان طبعا في رمضان بنعمل اصناف بقى وبنعمل كميات، مش كميات كبيره يعني، بس اقصد ان بيفيض مننا لتاني يوم، فممكن فايض اكل وعايزه تزودي عليه، فممكن تطلعي بقى كام سندوتش حواوشي تعمليه معاه. برضو الشيش طاووق ده هينفع معاه، يعني الاكلات اللي زي دي عاملينها للاكل اللي بيبقى لتاني يوم موجود، عايزين نزود عليه، فالحاجات دي هتنفعنا جدا. هنا بقى الشيش طاووق كنت برضو تبلته بالتتبيله اللي انا قلت لكم عليها بتاعه البانيه اللي في الاول خالص، وبعد ما حطيته في التلاجة شويه طلعته بقى وجهزت بصل وطماطم وفلفل، وبدات ان انا احط كده في السيخ عندي يجي 4 قطع من الفراخ، وبينهم بقى بصل وفلفل كده وطماطم. كان بس مضايقني في الموضوع الاسياخ اللي انا بعمل بيها دي كانت كبيرة جدا، يعني انصحك لما تيجي تعملي دوري على الاسياخ الخفيفة الرفيعة، لكن الطماطم بقت تتقطع مني والفلفل، لان السيخ زي ما انتم شايفين كبير جدا، يعني السيخ ده عاوز الكفتة الحاجات اللي زي دي، لكن مع الشيش طاووق بقى الخضار بقى يتقطع مني، بس الحمد لله يعني ظبط، ما كانش عندي الا العيدان دي فعملت بيها. المهم خلاص بقى كنت خلصتها وحطيتها على جنب، وطلعت الفراخ اللي انا كنت مقطعاها برضو معاكم كده هعملها اللي هي الفراخ المقرمشه، قلت احط كل دول بقى في علب، يعني بعد ما حطيتهم في التلاجة لحد ما اخلص باقي الحاجه عشان ما اسيبهمش برضو بره في الحر، فبعد كده جبتهم وحطيتهم زي ما انتم شايفين في علب، ولما احتاج حاجه هسحب بقى العلبه كده بالتتبيله بتاعتها بكل حاجه واعملها على طول. حطيت كمان الستريبس، وهنا البانيه برضو هحطه كده في علبة. في برضو اللي بيعمل الكفر بتاعه اللي هو البقسماط وكله بيعينه جاهز، بس انا لما اصلا باجي اعمل الاكلة دي وبيكون عندي يعني كمية كبيرة، وبكون مثلا عاملاها بالبقسماط بتاعها بكل حاجة وحطيتها، بس بمجرد ما انا حطاها في التلاجة باجي اقليها بلاقيها تحس ان القشرة بتاعتها دبلت كده ومداش اللون اللي انا عايزاه، بتحرق مني بسرعة، فعلشان كده مرضتش ان انا اعمل الكفر بتاعها، سبته بس على قد لما اجي اطلعه ان شاء الله هعمل بقى الدقيق بالبيض بالبقسماط، يعني ابقى اعمل له الكفر ده. بعد كده جبت الكفتة، وهنا ما حطيتش عليها اي بقسماط ولا اي حاجة، انا كنت بس حط عليها معلقة دقيق وهي بتتفرم كده، لكن ما حطيتلاش اي بقسماط ولا اي حاجة. والحمد لله لما سبتها شوية في التلاجة مسكت كده، حطيت بس شوية من الزيت في طبق وببل ايدي بس شوية زيت كده خفيفة، وبعمل بقى بشكل كده الصوابع دي، والصراحة كان طعمها حلو، يعني قليت كام صابع برضو وانا واقفة كده، انا يعني بعمل مثلا الحاجة وعايزة اجرب الملح بتاعها مظبوط ولا لا، بالذات لو بعمل مثلا كفتة او بعمل حاجة، فبعمل صابعين كده وانا واقفة ادوقهم الاول عشان اشوف الملح،
بخاف جدا من ان الملح يكون مثلا كتير او قليل، وطبعا هصبع الكميه كلها وعينها، فببقى مقلقه بقى ان مثلا لو هو الملح زايد شويه، فهعمل ايه بقى في كل اللي انا عملته ده. فبضطر ان انا اعمل ايه، اختبار بسيط كده. انا بعمل صبعين مثلا او حاجه وبقليهم واشوف وبشوف الملح بتاعها. هنا خلاص بقى الكبد والقوانص كانت يعني غسلتها كويس وحط لهم الليمون وكل حاجه، وسبتها لحد ما تصفت خالص، وهبدا ان انا بالمقص بقى اقطعها كده. يعني تقطيعها بالمقص بيبقى سهل جدا لان الكميه معايا كانت كتير، وزي ما قلت لكم انا عاملاه كل الحاجات دي في يوم واحد. فطبعا ان انا بقى اقطع كل حاجه لوحدها واقف كل ده فكان هيبقى متعب جدا. قطعت بقى كل الكميه، وكان عندي العلب دي. طبعا العلب دي انا مش برميها، دي كانت كنت عامله فيها السنه اللي فاتت، وكل سنه بعمل في العلب دي وبعينها بعد كده بستعملها بقى زي الايام اللي زي دي. فحطيتهم بقى في العلب الصغيره دي، ودي كانت علب كان فيها بتهيالي رز بلبن، وكنت غسلتها وعينتها، وهم نفعوا بقى وبقوا حلوين جدا. يعني نفعهم في الحاجات اللي انت عايزه تعينيها الصغيره، بتبقى طبعا محكمه ان انت تقفليها، وبتاخد كميه حلوه. جينا بقى كان خلاص اللحمة اتعصجت معايا، وهبدأ كده اعمل بقى السمبوسة، واللفة بتاعتها سهلة جدا. ممكن تلفيها كده على صينية او اي حاجة تعمليها على شكل مثلث، وتفضلي تطلعي كده بالقاعدة بتاعة المثلث لحد ما تتقفل معاكي. او ممكن تعملي المثلث على بعض يعني، وبعدين تحطي الحشوة جواه. هتشوفوه برضو دلوقتي هعمله معاكم. ده كده الطريقة اللي انا بقولكوا عليها. تعملوا المثلث الاول وتحطوا الحشوة كده جواه، وبعد كده تطلعي بالقاعدة بتاعته هيسهل عليكي اللف جدا. وخلاص بقى كنت خلصت، ده كان اخر صنف معايا. وهنا بقى كان دي التفريزات بتاعتنا زي ما انتم شايفين، تفريزات حلوة جدا وهتنفعنا. وانا بديكوا افكار، لكن مش دي كل الحاجات اللي احنا هنستعملها، انا برضو عاينة حاجات تانية لرمضان، بس حبيت ان انا اديكوا افكار. وزي ما قلت لكم عايزه انجز ونخلص، علشان لسه برضو ورانا المطبخ عاوز يتفرش، وكمان نفرش الزينة. فقلت اخلص التفريزات مرة واحدة علشان ما بهدلش المطبخ، وافرشه كده على نظافة، ويفضل معايا طول الشهر ان شاء الله نضيف. وهنا بقى خلاص كنا وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. وما تنسوش يا حلوين الاشتراك في القناة، واقول لكم مع السلامة.